أشكرك شكرا جزيلا. ديكيرنس يعتلي صدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة رقم 8 أو الأسبوع الثامن برصيد 16 نقطة. المنصورة 14 نقطة، ويبقى كفر الشيخ برصيد 13 نقطة بعد الهزيمة من ديكيرنس بالهدف الوحيد اللي تم إحرازه في الشوط الأول عن طريق إسلام نبيل لاعب ديكيرنس. ده ترتيب الجدول، لأن مباراة بلدية المحلة مع المنصورة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على عهدة الكابتن أحمد صالح. بيتابع معانا نتائج المباريات. في حاجة تانية حصلت؟ لا. طيب خليني اخد رأي حضرتك في الشوط الثاني من هذه المباراة. في حاجة لفتت نظرك مهمة؟ المهم ان انا عجبني جدا كابتن عبد الفتاح. تغييراته كلها اللي نزلت تغييرات ايجابيه. ان كان احمد توفيق في وجهه نظري لعيب مهم جدا جدا، عنده اللياقه البدنيه عاليه جدا وبيهاجم بشكل كويس جدا، كورته سليمه جدا. فاذا ده لازم يكون موجود في الملعب. عمل فرق بشكل كبير الشوط الثاني مع بلال كمان. بلال زكريا اللي طمع في واحده من الناس المهمه جدا في كورته. يعني هو كابتن عبد الفتاح قدر من تغييراته ومن بدايه الشوط الثاني هو كان افضل في الاستحواذ، كان افضل في النواحي الهجوميه، لكن ديكيرنس كان بيروح بقى على فترات بسيطه جدا جدا، لكن بتبقى خطر جدا. زي اخر كوره كان في فرصه خطر جدا عن طريق كريم رقم 11، راح وضيع واحده في الدقائق الاخيره، لكن التغييرات فرقت بشكل كبير هنا وفرقت هنا بشكل كبير. يعني كابتن رضوان، الكابتن احمد صالح بيقول تغييرات فرقت بشكل كبير. طب فرق بشكل كبير، لكنه في الاخر فيما يخص كفر الشيخ ما حققش المرجو. انا بتكلم في الاستحواذ وان هم راحوا على بلال زكريا. انا لو مكان كابتن عبد الفتاح ده انا عاقبه. لان فرصه طبعا. معرفش الحاله موجوده معانا ولا لا. رقصت ترقيصه كويسه، بقيت على ال 18 جنبك، مش لعيب واحد، اتنين زاويتهم افضل، شايفين احسن، رايحين بوشهم، وفي الاخر تشوط الكوره في نص الجول. ده شويه بيبقى طمع، عايز هو اللي ياخد اللقطه بالسوسيه يعني، لكن هي طبعا ما خدوش حاجه خالص. كنا بنتكلم يعني في التدريبات والكلام ده بنفهم اللي هيجيب 90% وانت 70%، لا ادي ابو 90 دوت عشان هو اللي هيجيب. لكن هي القصه كلها ان احنا زي ما احنا قلنا ان هو حاول يكمل كابتن عبد الفتاح على اخر 5 دقائق في الشوط الاولاني. بدا الشوط الثاني كله بصراحه مسيطر، واللي شايفه ساعده ديكيرنس. نزلوا تحت الكوره بشكل شويه كتير قوي ان هم ينزلوا تحت الكوره. خروج كمان نبيل لعيب كويس جدا. اسلام نبيل برضو فرق مع الفرقه، وخروج الفرقه برضو من تحت كان بيخرج ما هو اسلام نبيل على حسبه 4 2 3 1 هو ده اللعيب رقم 10. هو ده اللي بيلاعب الفرقه، هو ده اللي بيحرك الفرقه. ممكن يكون حاجه بدنيه شويه، لكن انا شايف التغييرات بتاعه ديكيرنس هي اللي اثرت بالسلب على الفرقه. هي اللي اخرتهم شويه. احمد توفيق بس هو قبل التغييرات يا كابتن كان كفر الشيخ مسيطره بصراحه، مسيطر وضغط من الاول قبل التغييرات. ممكن نعمل مقارنه خفيفه كده. كابتن حسام عبد العال حتى لو ناهي مفنش الشوط الاول متقدم بهدف، بينزل الشوط الثاني كانه شوط جديد، بيلعب بيضغط، بيحاول عاوز يحرز اهداف اكتر، حارس عاوز نبدا كره من تحت دايما. هل ده اختلف مع كابتن سعيد صبحي النهارده في الشوط الثاني؟ بص، احنا مش عايزين برضو كابتن سعيد صبحي طبعا مش عايزين نظلمه، ولكن حسام بقى له فتره مع الفرقه. حسام انا شفت له لقطه. مين ده خد 3 نقط؟ تمام. لا انا قصدي احنا بس بنحلل بعض التفاصيل، الشكل. احنا بنتكلم على شكل الاداء دلوقتي. لكن انا شفت مثلا لقطه لحسام الماتش اللي فات كسبان طنطا في طنطا والوقت خلاص، وانا سامعه بيقول للناس حط كوره، بيقول للجول العب من تحت. طبعا احنا ما شفناش الكلام ده الشوط الثاني، شفنا على طول اللعب الطويل اللي هو اصلا مش لعبه كيرنس، فكان اللعب على طول لكفر الشيخ بياخدوا الكوره وبيبداوا تاني. لكن اللي بقول لك عليه التغييرات، احمد توفيق لعيب كويس جدا جدا من ساعه ما نزل واحنا حاسين بفرق. ازاي ده يقعد بره. بلال زكريا لعيب كويس جدا. مفتاح كمان تحس ان هو لا الشوط الثاني بان لعبه اكتر. بس هم المشكله الكبيره ان هم كانوا الاربعه اللي ورا زي ما حضرتك بتقول ان هم واقفين وثابتين، والناس ما تعرفش. احنا قلنا ده واحنا بنتفرج واحنا عايزين ان الفرقه بالظبط، وكأن الفرقه مقسومه. احنا بنقعد نذاكر، ما هو الفرقه مقسومه نصين، في حبه ورا ما لهمش علاقه بالدنيا. المشكله وائل ان انت الاربعه الاثنين بتوع نص الملعب بينزلوا يستلموا في رجليهم، فمعنى ان انت معاك 6 تحت الكوره ففي الاربعه، فبتيجي تلعب طويل اولا ما بتوصلش، ولو وصلت بيبقى فيش زياده عدديه، فما بيبقاش فيه العدد اللي يقدر يسمح لك ان انت تقدر تحرز جون الا في الكوره. خلي بالك الكوره اللي راح بيها بلال دي
دي كانت اصلا كره مقطوعه، يعني هم قطعوها وراحوا بزياده عدديه. نعم. موسى قطع ضغط، راحت بقوا 3-1 واتلعبت كويس. لو زكريا زي انت بتقول كده حطها للراجل اللي يقدر يحرز جون، طبعا كانت الموضوع هيبقى طيب احنا افضل هنروح يعني. لملعب بني عبيد ومعانا زميلنا رامي توفيق في ضيافته المهندس الخضر ابراهيم رئيس مجلس اداره نادي كيرنس والكابتن سعيد صبحي المدير الفني للفريق. رامي اتفضل. تحياتي ليك زميلي كابتن وائل ابراهيم وضيوف الكرام. انتهت احداث المباراه بين تكرنس وكفر الشيخ بفوز تكرنس بهدف دون رد. يسعدني ان يكون معي الان المهندس خضر ابراهيم رئيس نادي تكرنس وكابتن مدير فني تكرنس سعيد صبحي. كابتن سعيد صبحي، يعني الف مبروك على الفوز النهارده. الله يبارك في حضراتكم. اولا برحب بكابتن وائل وكابتن احمد صالح وكابتن احمد رضوان، منورين الاستوديو والشوم حلو علينا النهارده. اولا انا حابب اولا اشكر جماهير دي كيرنس اللي دايما بتدعم فريقها في السراء والضراء، ثقتها فينا وفي مجلس الاداره. حابب اشكر حسام عبد العال على الفرقه الجميله اللي قدمت النهارده ماتش اللعيبه مش ماتش مدربين. بحب اشكر الكابتن سعيد اللي كان عند حسن ظننا وادار المباراه باقتدار ثقه كبيره. احنا طبعا واثقين فيه. احنا على فكره، بس عشان ناس كتير بتتكلم، كابتن حسام الكابتن سعيد احنا اخترنا بعنايه. اخترنا كابتن سعيد، احنا بنشتغل على نفس المدرسه وهم كانوا مع بعض مدربين عام مع الكابتن سعد فاروق وقاريين المدرسه. احنا مختارين واحنا عارفين احنا بنعمل ايه. الرهان اللي اترهن على الكابتن حسام في رهان اقوى منه على الكابتن سعيد، واحنا هنتفرج على فريق دي كيرنس مع الكابتن سعيد. وحابب اطمن جمهورنا وحابب اطمن يعني الناس اللي بتحب كيرنس ان ما حصلش اي تغيير، والحمد لله ان ربنا وفقنا النهارده بنيتنا وباداء اللعيبه ومجهود الكابتن والشغل القديم اللي اتعمل قبل كده، وبدعم مجلس الاداره كمان اللي انا حابب ابارك لهم ان هم دايما سايبين الصلاحيه للمشرف العام من غير تدخل، بدعم. يعني ده مش موجود في كتير من الانديه يعني. ولسه مسلسل عدم الهزيمه مستمر الى الان حتى والله الحمد لله احنا انهزمنا السنه اللي فاتت بهزيمتين مفتعلين من الحكام. يعني الحمد لله احنا يعني فرقه متماسكه، بيحصل تباديل وتوفيق، بنمشي لعيبه كويسه لكن بنجيب لعيبه تانية كويسه. لكن هو كده لازم عشان نقدر ندخل فلوس للنادي، يعني عشان نقدر نكمل بشكل كويس. لكن احنا عندنا الثقه في اللعيبه الرجاله اللي عندنا الثقه في الجهاز الفني اللي موجود واللي قبله، عندنا ثقه في نفسنا كنادي وكمجلس اداره. جماهيرنا بتدعمنا، صحيح بعض جماهير بتزعل وبتاع وبتبقى مش ما عندهاش الوعي الكافي والمعلومات الكافيه، ولكن برضه انا حابب اطمنهم فرقتكم في ايد امينه، وان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه السنه دي. عايز اتكلم عن اللقطه جميله جدا ما بعد المباراه واللاعبين ملتفين حواليك ومبسوطين بحضرتك وفرحانين بيك. هم عايزين مكافاه اجاده وانا رفضت لان كنت متفق معاهم على 4-0. 4-0 طبعا الماتش كان لو خدوا الجديه شويه في الشوط الاولاني كانوا يخلصوا، لكن هم ضغطوا نفسهم بلا داعي. طبعا بنلعب فريق محترم جدا 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 وقوي جدا جدا وعنده عناصر، خاصه الشوط الثاني 55 و10 عناصر ممتازه ولكن احنا كان ممكن في الشوط الاولاني الماتش يخلص اساسا، وده اللي انا لومتهم عليه. يعني حتى بعد الرفض يعني هم متفقين حواليك وبرضه الاجاده انا لازم اشوفها مش نتيجه بس. الاجاده مش فوز، الاجاده بالنسبه لي اداء وروح ونتيجه. لكن اجاده نتيجه بس لا، ما كان ممكن تيجي فيك جون في بايلك بس. ربنا يخليك. معاك كابتن سعيد طبعا. اتفضل يا كابتن. الف مبروك يا كابتن سعيد، النهارده فوز غالي. يعني حضرتك قلنا النهارده برغم ان التقدم بهدف دون رد في الشوط الاول الا ان التغييرات كانت هجوميه في الشوط الثاني. والله بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز ابدا بس كلامي في البدايه. لا طبعا برحب بكابتن وائل وضيوفه. في البدايه انا حابب يعني اشكر في البدايه كابتن حسام عبد العال. يمكن كابتن حسام هو اللي مكون الفرقه دي، كان معاهم من السنه اللي فاتت، في استقرار كان من السنه اللي فاتت وبدا معاهم السنه دي بشكل كويس جدا. يمكن هو ساب لي الحقيقه تركه تقيله، لان طبعا لما تدخل على فرقه وهي في المركز الاول فاكيد بيبقى عليك ضغوط كبيره جدا ان انت تستمر على نفس النهج وتستمر على الصداره. فاحنا بنكمل الشغل بتاع كابتن حسام. يمكن انا جيت قبل الماتش بيومين بالظبط، يعني يمكن اول تمرين نزلتها يوم الاحد قبل الماتش بيومين او ب3 ايام، ويمكن كل اللي حضراتكم شفتوه في الملعب ده هو كابتن حسام عبد العال. فحابب اشكره على الفرقه والعناصر اللي موجوده. ان شاء الله بيبقى في
مستدعين في يناير ان شاء الله، عندنا بعض النواقص نقدر ان شاء الله يعني نجيب لعيبه يعني في يناير تقدر تسد العجز اللي عندنا في بعض المراكز. دي في البدايه. الحاجه الثانيه بحب اشكر طبعا الجماهير المسانده، الناس اللي في ظهرنا سواء هناك في الملعب او هنا طول المباراه، فعلا بشكرهم جدا جدا جدا. الحاجه الثالثه باشمهندس خضر طبعا ومجلس الاداره كله، بشكرهم طبعا على ثقتهم فيا وان انا اقدر اكمل ان شاء الله المسيره، وان شاء الله ابقى عند حسن ظن الجماهير ومجلس الاداره باذن الله. بالنسبه للتغييرات اللي كانت هجوميه، بالرغم ان التقدم يعني في بعض المدارس بيدافعوا، يعني خلاص حافظت على الفوز بتدافع طول المباراه. لا، هو بالنسبه للتغييرات هو يعني احنا شفنا في يمكن بدانا الشوط الاولاني بشكل كويس جدا لحد مثلا اخر 10 دقائق او 7 دقائق، جالهم فرصتين، لكن المشكله كانت عندنا موجوده في نص الملعب. بدانا عملنا في بدايه الشوط الثاني بعض التغييرات في نص الملعب، استحوذنا على الكره بشكل افضل. طبعا البدايه كانت كويسه جدا وكنا نقدر نجيب جول واثنين وثلاثه. بعد ما جبنا الجول كنا نقدر نجيبه، قلت وانا كان تعليمات اللعيبه ان احنا ما نرجعش، ان احنا نستمر، نحاول نجيب الجول الثاني، نخلص ونقتل المباراه. لكن طبعا بطبيعه اللعيب بيحافظ شويه على الجول اللي جابه. طبعا في ضغوط، انا بعذر اللعيبه، في ضغوط جامده جدا عليهم. بتلعب برضو الفريق المنافس، يعتبر ده الماتش ده ب6 بونت، فالمنافس ليك فرقه محترمه جدا كفر الشيخ، بشكرهم وبحييهم. فالشوط الثاني حاولنا نعمل بقى ايه، عملنا بعض التغييرات في خط الظهر وفي نص الملعب وفي الخط الامامي، لان هم خلاص اندفعوا للهجوم، خلاص هم عايزين يعوضوا الجول وفتحوا خطوطهم تحت. فبالتالي عملنا تغيير بنزول مؤمن وكريم، عندهم سرعات يقدروا حل طبعا في اخر التغييرات. ورحنا برضو بكره او اتنين كنا ممكن نسجل الجول الثاني ونقتل المباراه، لكن الحمد لله على كل حال والحمد لله على المكسب بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤال جماهيري، ليه فريق ديكرنس بيلعب هنا في الملعب هنا في بني عبيد، ما بيلعبش في ملعب حمدينو في ديكرنس؟ بص حضرتك، هو دلوقتي لما تيجي تكون فرقه، تكوين الفرقه يعني مرتبط بالمكان اللي انت تلعب فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في مدربين بيحبوا مساحات صغيره يشتغلوا فيها، بيشتغلوا مثلا على اللونج باس، على الكره الثانيه كويس. في بعض المدربين دي مدرستهم. في مدرسه ثانيه بيحب المساحات الواسعه، ان هو بيبتدي كره من تحت وبينقل وبيلعب كره وبيشتغل على الاستحواذ والاختراقات من الاطراف ومن العمق، فبيحب ايه، لازم يكون في مساحات. فبالتالي تكوين الفرقه دي يتكون على الاساس ده. فاحنا محتاجين نلعب في ملعب فيه مساحات كويس عشان نقدر نشتغل الايه الحاجه اللي احنا عايزينها او الاسلوب اللي احنا عايزين نشتغل بيه. فده بيساعدنا طبعا على تطبيق الاسلوب اللي احنا يعني هو الموضوع فني اكتر. طبعا مليون في المية. احنا لو الملعب بتاعنا ده احنا يعني تبقى حاجه محترمه جدا 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 لو الملعب عندنا. وخلي بالك في استاد بيتعمل، يعني باشمهندس يعني ماشي في قرارات ان في استاد لنادي كيرن ان شاء الله بيتعمل، فان شاء الله هيبقى استاد كبير وملعب جميل جدا ونجيل طبيعي، فنقدر ان شاء الله نستغل الكلام ده في المستقبل يعني ان شاء الله. بس التمرين برضو يعني مستمر هناك؟ لا، التمرين احنا بناخد ثلاث تدريبات هنا على الملعب، لان طبعا لازم الملعب اللي تلعب عليه لازم تتمرن عليه، وناخد مثلا تمرينه ولا حاجه هناك في الملعب بتاعنا هناك. بالظبط. شكرا والشكر. الله يكرمك. شكرا. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا، ده كان لقاءنا بعد مباراة ديكرنس وكفر الشيخ اللي انتهت بفوز ديكرنس بهدف دون رد. والآن عودة سريعة للتحليل واستاد النيل. رامي توفيق، اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه عندنا اكتر من حاجه في اللقاءات. المهندس خضر ابراهيم، كابتن احمد، كابتن رضوان، وكابتن صالح، مدير فني المهندس خضر ابراهيم، اتكلم عن احمد توفيق رقم 55 واتكلم عن بلال زكريا رقم 10، وقال 2 لعيبه في كفر الشيخ عملوا لنا قلق. الادارات الشاطره اللي بتبقى عايشه مع الفرقه هي اللي بتجيب لعيبه. هو واضح اللي هو اللي كمان يعني مدير فني يعني مؤثر في قصه بجيب مين ومين اللي بيمشي. وهو كان بيتكلم في نقط ثانيه الجمهور مش فاهم هو بيعمل ايه، وده لازم. انت عندك لود كبير جدا كل سنه، فلوس كتير جدا بتدفع، فانت لازم تخرج 2 3 بارقام كبيره جدا عشان تقدر تجيب، وده اللي بيحصل بصراحه. فلا، وهو جميل. انا بصراحه الراجل جميل، جايب الراجل وتعالى. التدعيم مهم. لا، وفكره ان مش انا اللي في الصوره، هو عايز يساعده، جايب الراجل فحطه التدعيم مهم. صحيح. لا صحيح. راجل جميل بصراحه. صحيح. مبروك طبعا. لما يبقى في قائد في مكان زي ده ينجح.
ورامي بنشكره شكرا جزيلا طبعا لانه جاب لنا اجابه على السؤالين اللي سالناهم فيما يخص ارض الملعب. سال كابتن سعيد في الاخر الحمد لله. هم بيتمرنوا تمرينتين على ملعب ديكيرنس، وبقيه التمرينات بتبقى على ملعب بني عبيد اللي بتقام عليه المباريات. فيما يخص بقى ليه بيلعبوا على ملعب بني عبيد، كمان فكره ان هم محتاجين مساحات اكبر، وان المجموعه اللي موجوده من اللاعبين الملعب بالنسبه لهم نجيل طبيعي افضل، مساحات الملعب اكبر فبياخد عندهم مساحات افضل. يعني ده مهم برضو. الملعب ما يكون نجيل طبيعي ومساحته كويسه، ده بيساعد الفريق البطل او بيساعد الفريق اللي هو عايز يكسب او عايز يصعد. صحيح. فبتفرق كتير جدا، خاصه لما يكون عندي مجموعه لعيبه مميزه. كمان باشمهندس الخضر انا عارف ان هو بيسجل اي لعيب ضده، هو سجلهم خلاص بيسجلوا عنده. لا ده في كل انا اعرف كده يعني في كل الاماكن هو شاطر. كفر الشيخ لا سجل 2 لعيبه خلاص سجلهم على الهوا. هو شاطر فبيعرف اللعيبه المميزه دايما بيكتبها عشان لو عرف يخلصها. واحمد توفيق واضح انه تحت السن لانه واخد رقم 55 فسنه صغير. ده لعيب كويس، لعيب المستقبل قدامه كبير. مع الشغل طبعا ومع شغل الكابتن عبد الفتاح. انا برضو فريق كفر الشيخ الشوط الثاني افضل بكتير من ديكيرنس، لكن ديكيرنس بنقول لها مبروك الثلاثه قدروا يحافظوا على طبعا مركز اول. الشوط الاول كان لديكيرنس يعني. المنصوره الحقيقه كمان ساعدت ديكيرنس في انها تتصدر الجدول. هنشوف نتائج المباريات. تخيلوا 3 أهداف فقط في كل المباريات، منهم هدف في مباراتنا الحقيقه. بلديه المحله والمنصوره 0-0. نبرو طبعا بس كان في ضربه جزاء كمان للبلديه، يعني كانت ممكن تبقى نتيجه في صالح البلديه. نبرو بايونيرز انتهى بنفس نتيجه الشوط الاول 1-0 لنبرو جمهوريه شبين وابوير. كان في تغيير برضه عشان بايونيرز طبعا حسن كفته جه نعم ده اول ماتش ليه فنمرهم التوفيق. صحيح. جمهوريه شبين وابوير للاسمده 0-0. المصري بالسلوم والحمام 0-0. المجد السكندري هو غير نتيجته بتاعه الشوط الاول وفاز على الاولمبي بهدف مقابل لا شيء. وبروكسي وطنطا انتهت المباراه 0-0. تخيلوا 3 أهداف فقط في هذه المباريات اللي 7 مباريات النهارده في منهم 3. نبروه ان هو يكسب الاولمبي الماتش اللي فات والنهارده يكسب تاني بايونيرز ويطلع في الجدول يتقدم في الجدول. فانا شايف الدوماني عامل حاله كويسه الفتره الاخيره، ف لازم جماهير نادي نبروه تسانده بشكل كبير يعني. صحيح. ترتيب المجموعه بعد انتهاء مباريات الجوله الثامنه والاسبوع الثامن: ديكيرنس في المركز الاول 16 نقطه، المنصوره في المركز الثاني بعد تعادله النهارده مع البلديه 14 نقطه، كفر الشيخ بيظل رصيده 13 نقطه وفي المركز الثالث، هو محافظ على المركز الثالث. بلديه المحله في المركز الرابع 12 نقطه، ابو قير الاسمده في المركز الخامس 12 نقطه، نبروه في المركز السادس وشكاروا على ده الحقيقه 12 نقطه، سبورتنج في المركز السابع وهيندموا على مباراتهم اللي خسروها دي 11 نقطه. بص الفرق كان النهارده 14 يبقى في المركز الثاني مع المنصوره. بروكسي في المركز الثامن 11 نقطه، المجد السكندري 11 نقطه في المركز التاسع، طنطا في المركز العاشر 10 نقاط، الاولمبي في المركز ال11 وعلامه استفهام بالتاكيد 9 نقاط، جمهوريه شبين 12 9 نقاط، الحمام في المركز ال13 9 نقاط على الرغم من انه كان له سحوه المباراتين اللي فاتوا. هلال الضبعه في المركز 14 7 نقاط، المصري بالسلوم في المركز قبل الاخير ب4 نقاط، وبايونيرز في المركز الاخير برصيد 3 نقاط. كابتن رضوان خليني اخد راي حضرتك في هذا الترتيب. طبعا الجدول اتغير شويه. كفر الشيخ الثالث زي ما هو، بس طبعا البونت بقى فرق. طبعا هم كانوا كلهم 13. لو جينا بصينا كان الفرق اهداف. لو جينا بصينا طبعا الاولمبي طبعا وطنطا يعني طبعا اماكنهم مش احسن حاجه، لكن بالذات الاولمبي كانوا ماشيين كويس مع كابتن رمضان. برضو موضوع كابتن رمضان يمشي انا كنت شايفها لسه بدري، الراجل كان ماشي كويس وماشي اول اسبوعين. ففكره ان انت برضو تخرج بدري كده الراجل، انا شايفها برضو هيعملوا لهم مشكله موضوع الاولمبي يعني. يعني المنصوره برضو كان عندها فرصه، لكن بيلعبوا فرقه كبيره البلديه في البلديه في المحله، ف الدوري هيفضل كده يعني. دول وهم دول يعني من ابو قير
وانت طالع كده هم دول اللي هيفضلوا موجودين في اللعب يعني. من الحاجات اللي عايزين ناكد عليها كمان يعني احنا كنا في احد حلقات استاد النيل كان اتصدر لنا معلومه بان الكابتن مدير فني الفريق طنطا كابتن عمرو انور انه ترك المسؤوليه. بنأكد على ان المعلومه دي مش صحيحه للاسف. البعض بيكتب حاجات وبعدين ينسوها. المعلومه دي مش حقيقيه وما زال في القياده الفنيه لفريق طنطا. كمان عندنا معلومه كابتن صالح فيما يخص ابراهيم سعيد. بيقال انه بيقترب بشكل كبير جدا من القياده الفنيه لفريق المجد. هو طبيعي ان ما فيش مدير فني حاليا، فاكيد بيكلموا كذا مدير فني. في ناس هتقبل الوضع اللي هم فيه دلوقتي حاليا، فالدنيا بتبقى صعبه. في مديرين فنيين كتير هترفض الفتره دي. ممكن لو ابراهيم سعيد اكيد اتفق معاهم او قبل المهمه، فبتبقى كل واحد ومدير فني وطموحه. هو عايز يبدا دلوقتي في المجد، عايز يبدا. كمان العروض اللي بتجيلك بتبقى لها توقيتات. في فرص بصراحه بتبقى جايه لك في وقت معين. في مدير فني شغال بقاله فتره كبيره، اكيد هتبقى صعبه شويه انه يمسك المجد حاليا يعني. طيب احنا عايزين نديله حقه برضه اللي مسك النهارده اللي كسب يعني اكيد المدرب العام اللي هو اللي مسك اللي موجود دلوقتي، فلازم برضه ياخد حقه ان هو يكسب الاولمبي. برضه ده ماتش كبير يعني. صحيح. طيب سريعا قبل الختام، كيف يحافظ ديكيرنس على صداره الترتيب؟ كابتن رضوان اتفضل. يحافظ ان يعني ما يحاولش يغير كتير زي ما هو حاول النهارده. هو يمكن الشوط الثاني غير كتير فالموضوع شويه اتصعب عليه، لكن يمشي بالفرقه زي ما هو بيقول فيه. هيحاول يعمل تدعيمات في شهر واحد. الفرقه انا شايفها فرقه ما شاء الله، فرقه كامله. بالنسبه للمجموعه دي تقدر تنافس وتقدر تصعد. الراجل هيسانده، راجل جميل وراجل محترم، هيسانده لكن هو ما يتدخلش كتير يعني. سعيد يحاول على قد ما يقدر يخلي الفرقه زي ما هي ونفس الاسلوب عشان هي ماشيه كويس، عشان الدنيا تمشي كويس. كابتن